لو عندك مشكله زيي وزي ناس كتير جدا في استهلاك البنزين، النهارده هلفت انتباهك لكام حساس في العربيه ممكن انت ما تكونش بتاخد بالك منهم في الصيانه المعتاده او الصيانه الروتينيه، وصدقني بيفرقوا جدا في معدل استهلاك البنزين وفي اداء وسحب العربيه، وكمان في التسارع والاكسلريشن. هتحس ان العربيه اختلفت 180 درجه. يلا نبدا مع بعض. نفتح الكبوت. اول حساس معانا هو الارماس فلو سنسور، ومكانه او موقعه بيبقى في بداية عمة الهواء بعد الفلتر على طول، وهو بيقيس كمية الهواء اللي بتدخل للموتور. والحساس ده عشان نبقى فاهمين بيشتغل عن طريق ريسيستنج او مقاومة، فبمجرد وجود الرواسب او تكوينها على حساس الايرماس فلو سنسور بتبدا القرايات تختلف تماما، ونسبة حقن البنزين بتختلف، لا اما بيبقى سيستم تو ريتش ان هو بيحقن بنزين كتير، او العكس وتلاقي ان العربية ادائها بقى سيء جدا وبتتكتم معانا. ده غير طبعا استهلاك البنزين. تحل المشكلة دي ازاي بنفسك؟ تقدر سهل جدا ان انت تفك المسمارين بتاع الايرماس وتطلعه بره وتنضفه وترجعه تاني وكأن شيئا لم يكن، وراقب مع نفسك معدل استهلاك البنزين، هتلاقيه اختلف تماما وبقى احسن كتير. وكمان التسارع واداء العربيه ترجع كأنها فابريكا بعد تنظيف حساس الايرماس. احنا كده اتكلمنا عن جزء بسيط جدا ممكن يبقى سبب في ان معدل استهلاك البنزين يعلى معاك او ان اداء العربيه يبقى سيء جدا. انتظروا مننا فيديوهات كتير ان شاء الله الفتره اللي جايه عن ازاي نقدر ان احنا نحسن معدل استهلاك البنزين، وكمان ازاي نصين القطع دي بايدينا ونخلي العربيه كانها فابريكا، وكل حاجه نعملها بنفسنا. ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.